لما تجيلي بعد انفصالك ب4 5 شهور وتقوليلي يا مروة أنا مش عارفة أموف أون، ولا عارفة أنساه، ولا عارفة أتخطى لحظة الانفصال اللي حصلت ما بيننا، هقولك متخيلة تتخطيه في مدة قد إيه؟ لأن مش طبيعي إنك تكوني خارجة من جوازة أو من علاقة بقالها 4 5 سنين ومتخيلة إنك هتنامي تصحي تلاقي نفسك ناسياه moving on الدنيا تمام وزي الفل. وتعالي أقولك على شوية غلطات لو كنتي بتعمليها هتصعب عليكي التعافي وتأخر مرحلة الموفينج أون من العلاقة. تكوني حضرتك لسه بتراقبيه على السوشيال ميديا وعارفة كل أخباره وسفرياته وإيفنتاته، تكوني لسه بتسألي عليه الناس اللي يعرفوه وعايزة تعرفي إذا كان انفصالكوا ده أثر فيه ولا لأ، وغالبا الإجابة بتكون لأ. لو ليكم أصحاب مشتركين ويعرفوا قصتكم من أيام ما كنتم مرتبطين مع بعض وبتقعدي تتكلمي معاهم وتجيبي في سيرة اللي حصل كل شوية، هنا excuse me مفيش moving on. لو لسه بتروحي الأماكن اللي كنتي بتخرجي فيها معاه أو بتستخدمي هدايا أو برفانات أو حاجات كنتي بتستخدميها وانتي في العلاقة ومتعلقة بيها جدا، هنا انتي كده بتعطلي نفسك. لو مستنياه يرجع ويندم ويعرف غلطته ويقولك حقك عليا، لو مش هتهدي ولا يرتاح لك بال إلا لما تشوفي انتقام ربنا منه وتشوفي الظلم اللي هو ظلمهولك ده بيتردله عشان ترتاحي، كل ده مش هيديكي فرصة للتعافي. كلنا بنقع عادي وكلنا معرضين إن احنا نخسر علاقات في حياتنا، ولكننا لما بنقع بننفض ايدينا وننضف هدومنا ونقوم ونشوف ازاي ممكن نساعد نفسنا عشان نموف فورورد من الخسارة اللي خسرناها. قوليلي انتي بقى بتعملي انهي غلطة في كل اللي انا قلتهم لك دول؟ بس كده.